أثارت قضية الإمام عمر بن زاوي جدلاً واسعاً بعد اتهام أحد المواطنين عبر منبر قناة النهار للإمام باختلاس مبلغ 450 مليون جمعها كتبرعات لابنة هذا الأخير. وتفاعل جزائريون مع قضية الحال قبل أن تتدخل سلطة الضبط وتصدر بياناً بخصوص حصة خليها على ربي. وأكدت سلطة الضبط أنها بادرت دون تلقي أي شكوى إلى الاستماع إلى الأطراف المعنية بقضية الحصة التي بثت على قناة النهار، والتي عرضت فيها ادعاءات والد طفلة يواجه فيها إماماً بشأن عملية جمع التبرعات لمعالجة ابنته. وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن الحصة أثارت جدلاً وناقشت قضية اجتماعية أثارت سجالاً حاداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما راج عنه مغالطات وغموض. وكشفت سلطة الضبط إجراء تحقيق بعناية لفهم جميع الجوانب المتعقلة بالقضية والنظر بما تقتضيه الإجراءات والحكمة لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وعادل، بغية إصدار قرارات مؤسسة وقطعية ستتخذ على ضوئها قراراً نهائياً. هذا السيد كي قال ندي بنتي معايا باه ما يخلصوش عليها، هنا كرهته وعرفت باللي راه يتاجر ببنته اللي معايا يبان هنا. لماذا لا تتبرع قناة النهار بتكاليف الطفلة؟ يأتي زمان على أمتي يؤتمن فيها الخائن ويخان فيها الأمين، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. صدقت يا رسول الله. ما خليت معلم، ما خليت طبيب، وصلت للإمام لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام واضح وضوح الشمس أنه حيكت ضده مؤامرة إعلامية للنيل من عزيمته، لأنه أشد المدافعين عن غزة والمقاومة. أرادوا تشويه صورته أمام الناس، فما ازدادوا إلا حباً لهذا الشيخ حفظه الله. هناك من يسعى لنشر الخير، وهناك من يسعى لقطع الخير. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. الحاجة المليحة هي الشعب فاق بيهم كامل، والشعب واقف مع الإمام الحمد لله. الصحفية قالت: أتمنى أن يتم فتح تحقيق، والله استجاب دعاءها، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. القاعدة الأولى: إذا عيطولك قالوا لك قناة النهار اقطع المكالمة، وإذا لقيتهم برا حبوا يهدروا معاك، ما تهدرش معاهم قناة صهيونية. ديروا في بالكم كامل بلي 40 مليون جزائري راه يدعي عليكم، وانت بالأخص يلي راك تاجر ببنتك. لو كان جزت في الحصة وطلبت من الشعب يعاونوك بلا ما تجبد الإمام، والله غير الشعب الجزائري يعاونوك بصح، فهذا الحالة مشكاتش. يجب غلق قناة النهار أو منع هذا البرنامج السافل الذي يتهم أئمة المسلمين كذباً، وأيضاً معاقبة هذه الإعلامية متدنية المستوى الثقافي والخلقي. هذا الإمام من أشد المدافعين على غزة وهده الصحفية، وهذا الإنسان من الممكن جداً يكونوا مبعوثين من الكيان الصهيوني. الناس على دراهم يديروا كل صحافية فاسقة. متضامنين مع الإمام وحسبنا الله ونعم الوكيل. أنا من خميس مليانة عيب وعار عليكم تسرقوا الإمام، من أحسن بشر يدافع عن غزة وينشر الإسلام عبر العالم. صراحة أنا لا أتهم الصحفية، أنا أتهم هذا الشخص، ويجب معرفة من كان وراءه، ومن البداية قاتلوه. أنت تتحمل مسؤولية كل تصريحاتك. الشعب الجزائري ماشي غبي لدرجة هذه باه أصدق هذا الفيلم الخبيث. سبحان الله، ربي يحفظ الإمام. الإمام أشرف منكم. اللي يتبع مليح الفيديو الصحفية تعمدت تتهم الإمام، ومن بعد تخرج تقول لك سمحولي أنا مسلمة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.